فيلمنا بيبدأ بالأرض وهي مدمرة وبيكون شكلها معدومة للحياة تماما أكنها عاملة زي المريخ بالظبط يا صديقي. وبنشوف بعدها على طول اللي الراجل ده ماشي عليها ولكنه كان ماشي على القمر بالظبط، وبيتكلم في اللاسلكي بتاعه وبيبدأ يحكي لهم على اللي بيشوفه على كوكب الأرض من بعد ما هو اتدمر. بنروح وبنشوف على طول اللي وصل عند السفينة دي وبيخش جوه، وبنشوف اللي هم كلهم كانوا متحجرين وقايل لهم أنا خشيت سفينة ولقيت فيها الطاقم كله ميت. كلها مرة واحدة الناس اللي بيتكلموا بتقول له اعمل حسابك في عاصفة كبيرة جدا جاية عليه. وفعلا بنشوفه هو بيطلع واللي في عاصفة فعلا طلع تجري وراه وهو بيجري وما كانش يلحق خالص الواحد منها. مرة واحدة بيقول لهم افتحوا الباب بسرعة، العاصفة دي سريعة جدا، وبيخش على آخر لحظة. وبنروح بعدها للجماعة دول متجمعين، ودول هما بيكونوا القادة بتاعة الملجأ كله، بيتكلموا اللي جالهم إشارات من بره الملجأ على أي حد ينقذهم، وبيكون نقطتهم رافض. بس مرة واحدة بنلاقي البت دي بتكلمهم، ودي بيكون اسمها أمينة، وبتكلمهم بتقول لهم ما ينفعش إن إحنا نسيب أرواح ميتة كده بره، هم أرواح زينا زيهم المفروض ننقذهم. وبتقول مين اللي يوافقنا الرأي عشان نطلع نجيبهم. وفعلا كلهم بيبقوا ساعتها اللي هم يطلعوا يجيبوهم، وبنتقل بيها المشهد وبنروح لجين تاني. وكانوا بيتكلموا طبيعي جدا، ومرة واحدة بيظهر هزة أرضية كبيرة جدا بتوصل لكل الملجأ، والكل ساعتها بيكون مرعوب من اللي بيحصل ده. وبنشوف وقتها صديقي اللي الملجأ ده هو مكانهم الوحيد كتعليم كلاعب كشغل كل حاجة، هو دي مكانهم الوحيد اللي هم ممكن يقعدوا فيه. ونروح على طول بعدها وبنشوف اللي مرات جين موجودة هي وابنها، ومرات جين بيكون اسمها أليسون، وابن جين بيكون اسمه ماك، وبيكون عاوز يخش معاهم المكان ده، والمكان ده بيكونوا مسمينه الحانة أساس اللي بيبقى فيه رقص وحاجات كتير. وبيروحوا بيقعدوا مع بعض، ووقتها جين بيدي لمراته هدية بمناسبة عيد ميلادها، وبيطلعها الوردة دي، وساعتها بتسأله وبتقول له أنت جايبها منين؟ بيقول لها أنا كنت في السفينة وفعلا لقيتها جواها. تقوم جايه قال له ماشي هدية مقبولة، وهم جايين قايمين يرقصوا. وبنشوف بعدها على طول واحنا كنا واقفين قدام الشدية، وبنشوف اللي هم فعلا بعدوا قوات عشان يدوروا على الناس اللي بعدت تستغيث عليهم، وبيطلعوا بره وبيفضلوا يدوروا كتير وما بيلاقوش اي حاجة، وبيكونوا خلاص راجعين. بس مرة واحدة بنشوف اللي الإشارة بتاعتهم اتقطعت. على طول بنروح لجن وهو كان رايح الشغل بتاعه طبيعي جدا، وبنشوف مرة واحدة صاحبه واقف في المكان ده وبيبص فوق، وبنشوف اللي الحتة دي مكسورة. وهنا بتبدأ الصدمة الكبرى بالنسبة لهم يا زميلي. وبنشوف مرة واحدة المكان كله بدأ يجيله صدمات، وبنعرف وقتها اللي دوت كله بيحصل بسبب اللي الأرض فوقهم بدأت تتشقق، والمكان تحت بيفضل يتدمر واحدة واحدة. وبنشوف اللي ناس كتير بتموت تحت الأنقاض. ومش كده وبس، بنعرف وقتها اللي ابن جين كان أصلا تحت أنقاض منهم. وعلى طول بنشوف اللي جين راح لحقه وبيكون مراته معاه، وبيطلعوا على طول على الباب ده وبيشوفوا اللي فيه ناس كتير جدا جدا واقفين في المكان ده. وبيروح على طول وبيقول لهم تعالى الباب الخلفي، وفعلا بيطلعوا من الباب الخلفي، وجين بيجي يفتح الباب بيبص ورا بيلاقي المكان كله يبدأ ينهدم وراهم، وبيقول لهم اجروا بسرعة. وفعلا بيلحقوا نفسهم على آخر ثانية تعتبر، بيطلعوا يجروا بيقول لهم على طول اجروا ناحية البحر. بيطلعوا يجروا فعلا ناحية البحر عشان في هناك مراكب تلحقهم. اول ما بيوصل هناك بيشوف اللي في ناس كتير جدا موجودين هناك، وبيخشوا على المراكب وعاوزين يركبوا بأي طريقة عشان ينقذوا حياتهم. ومرة واحدة بنشوف اللي جين شاف مركبة واقفة لوحدها بعيد، بيطلع يجري هو ومراته وابنه، وكان كام واحد معاهم من اللي هم كانوا مديرين المكان. بيطلعوا يجروا هناك وفعلا بيركبوها، والقائد اللي جوه بيقول لهم ما تركبوا اي حد عشان لو ركبتوا اي حد المركب هتقلب بينا. وفعلا بنلاقيهم اللي هم بيقفلوا الباب وبيتحركوا، واول ما بيجي يتحركوا بنلاقي تسونامي ضخمه جايه عليهم، ومش واحده بس بيكونوا كام واحده ورا بعض، وبيكونوا مصدومين جدا من اللي هم شايفينه، وبيعدوا من التسونامي اللي هم بالعافيه، وبيتحركوا بعدها طبيعي جدا لما بيبداوا يتشاوروا مع بعض ويقرروا اللي هم يروحوا على لندن. وفعلا بيتجهوا هناك وبيقول لهم هنقعد 7 ايام في قلب المركب. بيبداوا يتحركوا وبنلاقي اللي مره واحده للمركب وقفت زي ما هي ومش قادره تتحرك، فبيكون جين راح عشان يصلحها، بس بيقوم جاي قايل له ده مش من المركب ده دوت البنزين خلص. وبيكونوا كلهم مصدومين جدا من اللي هم سمعوه ده، وبيقول لهم كده خلاص احنا مش هنتحرك الا امر من الامواج وهي اللي هتوصلنا. وفعلا بعد كام يوم بالليل اللي هم على طول وصلوا للندن، وبيكونوا مستغربين جدا من اللي حصل ده، وبيشوفوا اللي هم واقفين على اعلى مكان في لندن واللي هو الجيس. كان المكان ده ساعتها هو اعلى مكان يا زميلي. وبيبداوا اللي هم يجدفوا بالوسائل اللي معاهم، وبيتحركوا على اقل من مهلهم وبيوصلوا على المكان دمت، وبينزلوا يبداوا يبصوا حواليهم وبيحس ان مفيش اي حد خالص موجود على قيد الحياه في المكان ده. بس مره واحده بيشوف الاشخاص دي طالعه تجري، هم بيطلعوا يجروا معاهم على المكان ده، وبيكون المكان ده الموجود جوه بس الموظفين مش اكتر. وفعلا بيروحوا ومرات جين بتروح تقول لهم انا موظفه، وفعلا بياخدوا الكارنيه وبيعرفوا ان هي موظفه. واحد منهم بيبدا يتحايل عليهم بيقول لهم انا موظف حسن اسمي جاك، وفعلا بيفضل يتكلم كتير. وفي الاخر بنشوف اللي فيها عاصفه جايه، واخر ما بيزهقوا منه بيقوم جم مخلصين عليه، خلصين على كام واحد بس من الموجودين
معاهم، وبيكون لسه موجود مع جين هو ومراته وابنه وأميرة كانت اللي هي مديرة المكان، وبدأوا اللي هم يتحركوا بيروحوا العربية ديّة وبيكونوا مستعجلين جدًا وخايفين من العاصفة اللي جاية عليهم، صاحب العربية بيقول لهم ادوا له أي حاجة، بيقولوا له إحنا معناش أي حاجة، فبيبص على إيده بيلاقي اللي الساعة دي معاه، يقوم جاي واخد منه الساعة بيقول له ماشي اركب يالّا، وفعلًا بيبدأوا يتحركوا وبيوصلوا المكان ده بياخدوا استراحة، وبينزلوا كلّهم عشان يفكوا رجلهم من جسمهم، فأول ما بينزلوا بنشوف مرة واحدة اللي جين واقف جنب ابنه وبيقول له اهدى كده، وينزل يسمع الأرض بيحس مرة واحدة اللي في حاجة خطر جاية عليهم، بيقول لهم كلّهم امسكوا في قلب الشجر اللي حواليكم، وفعلًا كلّهم بيعملوا كده، وأول ما بيعملوا كده بنشوف اللي في نيازك كتير نازلة عليهم وكانت ضخمة جدًا، وبنلاقي مرة واحدة الواد الأسمر اللي كان معاهم راح عشان يركب عربيته، بس في نيزك بينزل عليه بيخلص عليه تمامًا، ودول كلّاته بيكونوا صعبانين عليه جدًا، وهو اللي كان لاحقهم هناك، على طول بنشوف اللي جين راح وفتش كل حاجة معاه، وخدوا الأكل وخدوا كل حاجة من معاه، بياخدوها مشي، لما في الآخر بيوصلوا عند المكان ده، والمكان ده بيكون أليسون مرات جين، وبيخشوا جوه يبدأوا يسلموا على بعض، وبيكون ده كله جين بيكون تعبان جدًا وما كانش حد يعرف بالكلام ده كله، وهُم جوه بنشوف إنهم قاعدين يضحكوا ويهزروا ولا كان على بالهم أي حاجة، خلاص اليوم بيخلص وبيكونوا نايمين، بس مرة واحدة بنشوف اللي جين قام من مكانه وكان بيكح على آخره، فمراته بتروح تقول له في إيه؟ بيقول لها ما فيش أي حاجة ده كله ده بس كح على العادي، بتقول له قول بس في إيه؟ بيقول لها أنا مش عايز عليك بس معايا، بيقول لها ساعتها بيقول لها أنا ما عادليش إلا كام أسبوع بالكتير أوي وهاموت، وما عادليش أيام كتير فعلًا، واليوم بيخلص على كده وبتكون زعلانة جدًا، وبنشوف تاني يوم على طول اللي جين ادت لهم العربية بتاعتها وبتقول لهم اتحركوا وروحوا على المكان، والمكان ده بيكون اسمه الفواهة، وده اللي هم يتحركوا فعلًا، وهُم ماشيين في الطريق ومرة واحدة قطاع الطرق بيطلعوا عليهم وبيموتوا أميرة اللي معاهم، وبيكون جين عامل حسابه ومعاه سلاح للحوارات ديّة وبيخلص على واحد، وخلاص الواد ده كده خلص عليه عشان الطلق اللي معاه خلص، بس الكلام ده ما بيحصلش، وبنلاقي مرة واحدة اللي أليسون مراته بتمسك السلاح اللي كان مع الواد وبتخلص عليه، وبتكون مصدومة من اللي هي عملته جدًا، وعلى طول بيروحوا يشوفوا ابنهم لو كان حصل له حاجة والّا لأ، وفعلًا ما بيلاقوش اللي هو حصل له أي حاجة، بس بيروحوا يشوفوا أمينة وبيكون اللي هي ماتت خلاص، وبيروحوا يدفنوها بعدها وبيفضلوا يقرأوا لها حبة أدعية وحاجات، وابنهم بيقول لهم أنتم ليه بتدعوا الأدعية ديّة؟ بيقولوا له لازمًا ندعي لها عشان خاطر اللي هي تخش الجنة وكده، فعلى طول بنشوفهم اللي هم مشوا وراحوا عند المكان ده، وبيكون في عربيات كتير واقفة جدًا، والمفروض اللي هم يعدوا من على الحبل ده عشان خاطر ينجوا بحياتهم من الناحية التانية، ابنهم بيكون خايف جدًا بس جين بيفضل يشجعه ويقول له أنت أقوى من كده، ما تخليش اليأس يسيطر عليك، وفعلًا بنشوف اللي هم نزلوا وكانوا ماشيين على الحبل، بس مرة واحدة بييجي هوا شديد جدًا كان خلاص هيوقعهم كلهم، بس الكلام ده ما بيحصلش، بنلاقي اللي مرة واحدة جين بيقول لهم كله يمسك حيله ما حدش يسيب الحبل بأي طريقة، وفعلًا الهوا ده بيقوم جاي خلصان بعدها على طول، وبنشوف بعدها اللي هم قعدوا مكان الحبل، وبتكون دي أسهل مرحلة يا صديقي من اللي أنت هتشوفه معايا، وبيخش على طول على المرحلة التانية، وكانت حبة سلالم متربطة ببعض متعدية للجسر التاني، وبييجوا يعدوا عليها بيبقى أخطر وقت بيعدوا فيه، وبنشوف اللي المكان كله بدأ يتهد من حواليهم، وبنشوف اللي في سلم تاني قصادهم، وكان واحد راجع بس بيرجع معاهم تاني بيوقع الواد اللي عنده، ويقوم جاي ازح على ابن جين وكان خلاص هيوقعه، وكان كلنا قلبنا بيقع في رجلنا معاه، بس جين بيلحقه وبيفضل يشد فيه لما بيطلعه، وفعلا بنلاقيهم اللي هم خرجوا ومشوا لما الناحية التانية، وبنشوف اللي الدنيا كلها كانت باظت حواليهم، وكانوا خلاص دمهم نشف وبقى خايفين جدا من أي حاجة، على طول بنشوفهم ماشيين في الطريق وبيوصلوا لما المكان ده، المكان ده بلد أصلا بس النيازك نسفته من مكانه يا صديقي، ومرة واحدة بنشوف اللي الراجل دخل عليهم قام جاي ضارب طلقة جنبهم عشان ينتبهوا له، بيقول لهم باللغة الفرنسية انتوا مين؟ بس هم ما بيفهموش الكلام ده، فبيقوم جاي جين قايل له انت بتتكلم انجليزي؟ بيقول له ايوه، قام جاي معرف على نفسه اللي هو اسمه جين وأليسون مراته وابنه مات، وعلى طول بنشوف اللي الراجل بيقول لهم انتوا جايين هنا ليه؟ بيقول له احنا عاوزين نوصل الفواهة، عاوزين نقعد في مكان حلو حبة عن اللي احنا عايشين فيه ده، فالراجل بيقول لهم تعالوا معايا، بيقول له احنا مش معانا حاجة عشان نديها لك، بيقول لهم لا انت معاك احلى حاجة وهي الرفقة، وفعلا بياخدهم ويمشي بيوصل عند المكان ده، والمكان ده بيكون بيته، وبنشوف بعدها على طول اللي هو بدأ ينادي على مراته وبنته، وبنعرف وقتها اللي مراته بتكون مشلولة الشلل كامل متقدرش تتحرك من مكانها واسمها كاميليا، وبنته بتنزل على طول وبيكون اسمها جوني، وبعدها على طول بنشوفوا اللي هم قاعدين على الترابيزة وبيبدأ يكلمهم وبيقول لهم اللي حصل مع مراته، وبيقول لهم مراتي بسبب الأشعة بتاعة الشمس اللي بره، ويقول لهم كمان هي بتعرفش تتحرك خالص من على الكرسي، هي آخرها بس اللي أنا أكلها ومش أكتر من كده، وعلى طول بنشوفوا اللي هم على طول كانوا نايمين، وبيكون ماك وجوني قاعدين يلعبوا في قلب الأوضة، جين ومرات إليسون بيكون قاعدين جنب بعض، وجين بيكون نايم ويوسف بتكون قلقانة جدا عليه وبتكون خايفة جدا لا يموت منها، ونشوف بعدها على طول اللي جين فاق وبالله أنت صاحية كده من زمان، بتقول له أنا صاحية كده أصلا، وبنشوف على طول بعدها الراجل اللي حقهم كان صاحي وبيفكر في تفكير إحنا ما بنعرفش اللي هو
إيه، وبنشوف على طول تاني يوم اللي هو جه، وبيكون الراجل قاعد مع جين بيقول له: "أنا عاوز منك طلب واحد وخُد اللي أنت عاوزه كُلّاته." بيقول له: "قُل بس أنت ليك جميل جدًا علينا، أنا عاوزك تاخد بنت جونيا معاكم عشان خاطر ما لهاش أي حد وأنا حاسس اللي هيبقى لها حياة أفضل." وبيكون جين الأول رافض، بس بيكون إليسون كانت بتستمع لهم وهي واقفة برّه، وبتخش عليهم جوّه ويفضل يترجاه كام مرّة وبيقول له: "والنبي خُده معاه." وإليسون بتخش عليه وبتقول له: "إحنا هناخدها معانا، ما تخافش على أي حاجة." وفعلًا بيطلع وبنشوف البت راحت لأمها وكانت بتعيط جدًا وبتقول لها: "أنتِ هتوحشيني جدًا وأنا عارفة إن أنا هاوحشِك، بس القدر هو اللي عامل فينا كده." وبتسيبها وبتمشي، وبنشوف على طول اللي أبوها بدأ يودعهم بيركبوا العربية وبدأوا اللي هم يتحركوا. مرة واحدة بنشوف اللي مرات جيم بتقول: "تعالَ ناخد استراحة حبة هنا عشان خاطر أنت تعبان وكده." وفعلًا بياخدوا استراحة. مرة واحدة هم قاعدين يتكلموا فرحانين باللي هم بيوصلوا له، بيخش عليهم الجيش ده وبينزل منه واحد بيروح يسألهم: "أنتم مين؟" وفضلوا كلهم ساكتين مش عايزين يتكلموا. بس مرة واحدة بنشوف اللي جينيا راحت له قامت جاية مكلماه باللغة الفرنسية وبتقول له: "إحنا عاوزين نروح الفواهة وإحنا مش جايين عشان نعمل أي مشاكل، إحنا جايين بس عشان نقعد في مكان مستريح." وقتها على طول بنشوف اللي جيم بدأ يتكلم ويقول له: "إحنا ناس مسالمين جدًا وما بنعملش أي مشكلة في أي حتة بنروحها." بيفضل يتحايل عليه فترة اللي هو ياخده وفي الآخر فعلًا بيقرر ياخده. بنشوفهم على طول اللي هم كانوا معديين من الحتة اللي فيها الحرب دي، والحتة دي بتبقى عبارة عن دمار شامل ما بين الطرفين، طرف ما بين الجيش والطرف التاني اللي عاوز يستولي على الفواهة لوحده. ما بيكونوش سايبينهم حرفيًا، وطول ما يمشوا في مكان بيلاقوا قنبلة جنبهم، في انفجارات كتير جنبهم. وفي الآخر بيخشوا على النفق ده وبيشوفوا وقتها اللي في ناس كتير بتموت وما بيكونوش عارفين عدد الناس اللي ماتت ده قد إيه. وبيطلعوا في الآخر وبيعدوا الناحية التانية، يفضلوا ماشيين حبة لوحدهم لما بيوصلوا عند المقر ده وبيخشوا هناك وبيروحوا للقائد فعلًا وبيسألوه وقتها، بيقولوا له: "الشاحنة الجاية هتيجي إمتى عشان عاوزين نروح للفواهة؟" بيقول لهم: "أقل حاجة هتيجي بعد 15 يوم، يعني ممكن تقعدوا شهر وممكن تقعدوا أقل." بيقولوا له: "إحنا عايزين نروح في أسرع وقت." فبيقول لهم: "ده بيطلعوا برّه من هنا عشان خاطر ما طلعكوش غصب." وكان خلاص راح يقول للعسكري اللي معاه: "قوم طلعهم." وفعلًا العسكري كان خلاص راح يقوم، بس جيم بيروح عند القائد وبيقول له: "أنا خلاص باموت، مش عاوز هنا أموت قبل ما أحقق لابني مراته اللي هم عاوزينه." وبيبدأ هو اللي هو يتحايل عليه وبيفضل يتحايل كتير جدًا لمّا خلاص بيوافق، وبيقول للعسكري اللي معاه: "خدهم وركبهم العربية اللي هتمشي دلوقتي." وفعلًا العسكري بياخدهم ويركبهم العربية، وخلاص العربية بتكون بتتحرك قدامهم وتكون خلاص هتمشي. وبيفضلوا ماشيين فترة من الوقت على الطريق، بس مرة واحدة الرجالة دول بيطلعوا عليهم بأسلحة وبيوقفوهم مكانهم وبيقولوا لهم: "ما حدش يتحرك مكانه." بس العسكري اللي معاهم جوه بيقول لهم: "خليكم كلكم قاعدين هنا وأنا اللي هانزل." وفعلًا بيشوف اللي هو نازل وخلص على واحد فيهم، بس بنلاقي الاتنين خلصوا عليه في أقل من ثانية يا زميلي. وبنلاقي الواحد كمان خلص على السواق، وبيقول لهم اللي هم طالعين فوق خلاص، وبيقول لهم: "العربية دي بقت بتاعتنا، كله ينزل تحت وما حدش يعمل نفسه جامد عشان ما يموتوش." وفعلًا بنشوف اللي هم كلهم نزلوا، وجين ومراته وعياله بيكونوا قاعدين لسه في قلب العربية. جين بيقول لهم: "انزلوا وأنا هاتولى الأمر ده." وفعلًا بينزلوا قدامه. مرة واحدة بنشوف اللي جين مسك في الراجل، والراجل اللي تحت بيكون طالع يجري عليه عشان يخلص على جين، بس الرجالة بتمسكه وبتخلص عليه. نسمع ساعتها صوت ضرب نار وبيكون جين هو اللي ضرب النار، وبنحسبه خلاص اللي هو مات، بس بيطلع مرة واحدة على الباب بيكون ماسك السلاح في ايده. وأول ما بيشيل السلاح بنشوف اللي فيه طلقة في بطنه، وبيكون الكل ساعتها زعلان يا زميلي، بيكونوا مقهورين جدا على اللي حصل معاه. فالاسم بتقول: "خلاص استريح انت، أنا اللي هسوق الحافلة." وفعلا بيطلعوه وبيكونوا سادين مكان الجرح بالعافية. فالاسم بيفضل ماشية لفترة طويلة جدا، ومرة واحدة بنشوف اللي هي واقفة في المكان ده والعربية متعرفش تكمل فوق أكتر من كده. فالاسم بتقول كل ينزل ماشي على رجله، وبنلاقي اللي جين نازل وبيكونوا بيسندوه بالعافية، وبيفضلوا ماشيين لفترة من الوقت وبيوصلوا خلاص عند المكان اللي هم كانوا عاوزين يروحوه. وأول ما بيوصلوا جين بيكون مبسوط جدا من اللي هو شايفه والمنظر الجميل اللي هو شايفه ده. بيشوف مرة واحدة اللي هو على الأرض وما عادش ناقص اللي هو يتنفس، بيقول: "أنا وصلتكوا كده للي أنا عاوزه." وبيموت ساعتها يا صديقي. وبس كده وصلنا لآخر فيلمنا. لو الفيلم عجبك ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة، وتقول رأيك في الكومنتات في الملخص ده، وأشوفك فيديو جديد وسلام.